أطباء شباب بحرينيين يتم استبدالهم بعمالة أجنبية بلا ضمان وظيفي، بلا تجديد عقود، وبلا تثبيت. هذا الفيديو أبي يوصل لكل بيت بحريني ولكل قلب بحريني ويحب البحرين. يمكن مو متعودين على صفحتي مواضيع اجتماعية، لكن هاي الموضوع وايد خاص على قلبي. برجعكم شوية في الزمن، نرجع ل 2011. كنت طالبة بالجامعة، كانت تستعد وتروح محاضرتها بالجامعة. اتصلت فيني أمي، الوطن يحتاجك. طبعا أمي علمتني من يوم احنا صغار حب الوطن أول شيء، والولاء له، والعمل لمصلحة الوطن. وكنت أول متطوعة في مدارس البحرين. قبل لا يعلنون عن التطوع أمي بادرت ونادتني علشان أتطوع في مدرستها، وتركت محاضرتي ورحت لأن البحرين تحتاجني. هذا الشيء أتوقع في قلب كل مواطن بحريني يحب البحرين، إن احنا نحب نشتغل لديرتنا. أرجع فيكم شوية ل2020، جائحة كورونا. جائحة كورونا كانت من أصعب الفترات اللي مرت علينا، ومن أصعب الفترات اللي مرت على كل عائلة بحرينية عندها دكتور أو طالب طب في العائلة. لما البحرين نادت وقالت نحتاج ناس توقف في الصفوف الأولى، تعرض نفسها يوميا لهذه الداء، أطباء البحرين وطلاب الطب البحرينيين ما قالوا لا، وتطوعوا حبا في الوطن. لكن تعرفون شنو اللي عور القلب؟ بعد سنوات من الخدمة والتطوع بلا مقابل، أطباء شباب بحرينيين خدموا وطنهم لسنوات وكانوا في الصفوف الأولى خلال جائحة كورونا، واصلوا العطاء بصمت وإخلاص، وساعات طويلة في الدوام توصل ل40 ساعة. اليوم ما تتجدد عقودهم، ما يتم تثبيتهم بلا تبرير. شباب بحرينيين، نحط خط تحت شباب بحرينيين. مهنة الطب من أسمى المهن في العالم كله، ولما تقولون شباب بحرينيين تعرفين هم شباب طموحين، شباب عندهم أحلام. ناصر بن حمد قال شباب البحرين هم شباب الذهب. لكن الذهب وين؟ الذهب اليوم تستبدل بأطباء وافدين وأجانب. هل فعلا الأجنبي أفضل من البحريني؟ أطباء شباب حاليا ما عندهم ضمان وظيفي، ما عندهم احتساب لسنوات الخدمة، بعضهم عندهم التزامات مالية، التزامات عائلية، التزامات. شباب بحرينيين، وأرد أعيد بين قوسين، شباب بحرينيين أخلصوا في العمل، شباب يفتخر فيهم الوطن، ينرمون على جنب تفضيلا للأجنبي. الوطن يحتاج اليوم أكثر من أي وقت يستثمر في خبرات أبنائه، وهذا اللي صاير في بعض المستشفيات الحكومية. ناصر بن حمد قال مستقبل المملكة أمانة بيد شبابنا ورهاننا عليهم مضمون. لكن شباب البحرين الأطباء اللي اختاروا مهنة سامية حاليا يحتاجونكم إن أنتم تراهنون عليهم، يحتاجونكم تمدون اليد لهم وتثبتونهم في أشغالهم. كل ثقة بقيادتنا الرشيدة إن بنسمع أخبار حلوة إن هذه الشباب تم تقديرهم وتثبيتهم في أشغالهم. والله حرام الكفاءة البحرينية تطلع برا الديرة.